إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أكبر مشهد شهده المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحذر أمته ويحذر أصحابه قائلا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، ألا أيها المسلمون، لا ترجعوا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الناس، أنتم أبناء دين واحد، أنتم مسلمون، أنتم توحدون الله عز وجل، فلماذا تقاتلون؟ لماذا تقاتلون؟ أمن أجل دنيا؟ أمن أجل منصب؟ أمن أجل أموال؟ من أجل ماذا تقاتلون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ما هذه أخلاق الإسلام؟ لما وقف المهاجرون والأنصار الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم في آيات كثيرة، لما استب رجلان وتعصبا بعصبية جاهلية، فقال المهاجري:
يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقام كل إلى سيفه ووقفوا ليتحاربوا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وقف بينهم محذرا، وقف بينهم مبينا أن العصبية الجاهلية أمر منتن، فقال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الدنيا منتنة، الرئاسة منتنة، السلطان منتن، دعوها فإنها منتنة. فلماذا يتقاتل هؤلاء؟ هل يتقاتلون من أجل دين الله؟ هل يقتلون المسلمين من أجل إعلاء كلمة الله؟ هل يقاتلون المسلمين من أجل تطبيق شرع الله؟ لماذا يقتلون المسلمين؟ ومن هؤلاء؟ من هؤلاء مثير الفتن الذين يحملون الحطب ويحرقون البلد؟ أيحرقون الدنيا، أيحرقون كل شيء من أجل أن يصلوا إلى منصب معين؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، ليس هذا من دين الله في شيء. يحرقون الدنيا ويمشون بين الناس بالنميمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والنميمة دلوقتي على أعلى مستوى بالصوت والصورة، يفضحون ويكذبون وينشرون الفحش والإفك بين الناس، يكذبون على الناس. وللأسف الشديد شابه كثير منا اليهود والمنافقين في أمر نهى عنه القرآن وحذر منه القرآن. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الذين ينافقون وهم مأجورون يقبضون من أجل دنيا، أعرض عنهم. قال الله عز وجل: ودائما ما أقول أن القرآن شفاء لما في الصدور، وأن أي شيء يحدث في هذا الوقت حله مسطور في كتاب الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله. أما المنافقين قال الله عز وجل فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ونشروا الإرجاف ونشروا الكذب ونشروا الوقيعة بين الناس، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يرجفون وينتظرون أي شيء يعادون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون به كلمة. فنزل فضحهم في كتاب الله لكي يعلمهم الناس، ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هم دول المنافقين. ومن الذين هادوا اللي هم اليهود، ما وصفهم؟ إياك أن تفعل فعلهم. قال الله عز وجل فيهم: سماعون للكذب. يبقى مجرب عليه الكذب،
ليلا ونهارا سرا وجهارا. هؤلاء الذين قال الله فيهم يمكرون مكر، قال سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هؤلاء الماكرين أنت تجلس وتسمعهم ثم للأسف الشديد تصدقهم وتمشي وراءهم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك حينما دعوتهم يا محمد، خطاب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى أن يجلسوا معك ويتحاوروا معك ويتناقشوا معك ويذكروا شبهاتهم لترد عليها ولتفندها، لم يأتوك، لم يوافقوا. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أنا أقول كلمة ده يقصد كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لم أقل إلا كلامي. العلماء يقولون إن لازم القول ليس بقول. ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين بهذا الوصف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ليه؟ عاوزين الفتنة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم مريضة، قلوبهم فيها رجس، فيها نجس، لهم في الدنيا خزي، ذل وفضيحة في الدنيا، لابد أن يفضحهم الله، ده وعد في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قرر ربنا سبحانه وتعالى هذه القضية لكي ينتبه إليها الناس جيدا ويقفوا منها موقفا صالحا، وكي يقفوا مع أنفسهم. سماعون للكذب، فذكرها سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، ثم ذكرها في الآية التي بعدها سماعون للكذب أكالون للسحت. أكالون للسحت. وفي نفس السياق بعدها الآيات اللي بعدها مباشرة في نفس الصفحة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. العلماء بعضهم يقولون التاريخ يعيده الله. المنافقين هم المنافقين في كل زمان ومكان، الكافرين هم الكافرون هم الكافرون في كل زمان ومكان، المرجفون هم المرجفون في كل زمان ومكان. فالتاريخ يعيده الله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في مواقف كانت حالكة الشدة، كانت مظلمة في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، ولو أرادوا الخروج، الحديث عن المنافقين، لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يمشون بين الناس بالفتنة، يرجفون بين الناس، يكذبون على الناس، يوقعون بين الناس، لا يبغون إلا الفتنة. تحذيره. وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والآيات واضحة المعنى، واللي عاوز يوقع على الواقع يوقع. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم
لا تكثر السماع لأهل الباطل. ليه؟ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ستخسروا كل شيء. في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يقلبون لك الحقائق ويزورون لك الحقائق، وبسبب هذا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف يكفر الناس بعد أن رأوا الكفر ظاهرا، وبعد أن رأوا الباطل ظاهرا، وبعد أن رأوا كل الشر، وبعد أن رأوا الظالمين ورأوا المفسدين ورأوا المجرمين؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، ترون بأعينكم الحق لا تشكون فيه، وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في نفس السياق في نشر الفتن بعدها مباشرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بعدما رأيت البينات الواضحات، بعدما رأيت كل شيء، كيف تكفر؟ كيف ترجع؟ كيف تتفرق؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا تسمع لأهل الباطل، لا تكثر السماع لأهل الباطل، اجلس، وهذا هو الحل. ومن يعتصم بالله لن ينجينا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا بد من الرجوع إلى كلام الله وإلى وحي الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من الفقه، لا بد من الهدوء. والله الدنيا كلها لا تساوي أن يقتل أخ لك مسلم. الدنيا كلها لا تساوي ذلك، لأن هذا لا ينفعك. لا تعن على قتل مسلم بشطر كلمة. لا تمشي بين الناس بالنميمة. لا تسئ الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. دي أخلاق الإسلام. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حجة الوداع، قال: إن الشيطان قد يئس. هدف الشيطان الأكبر: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش فيما بينكم. يوقع بين المسلمين، يحرش بين المسلمين، يشعل الفتنة بين المسلمين، يحرش بين المؤمنين. فلا تطيعوا الشيطان ولا تمشوا خلف الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الدين، ولكن لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تقضي على دين المرء. قف، كن عامل تهدئة، عامل خير، عامل رفق، عامل إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح
بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي الحديث: وأن تعدل، يعني تصلح بين اثنين صدقة. لا تكثر نقل الكذب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. لا تشترك في الفتنة ولا تكن عامل فتنة. قف موقف الرجل المؤمن الصالح الذي يحرص على دماء المسلمين، والذي يحاول حقن دماء المسلمين، والذي يقف مع الحق فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قبلها: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق مشهور بالكذب، مشهور بالإفك، مشهور بنشر الفتنة بنبأ فتبينوا، لا تسرعوا في سماع الباطل، أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تظلموا أحدا بالظن وبسوء الظن، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعدها مباشرة بآيات: وإن طائفتان من المؤمنين. يعني المؤمنين ممكن يتقاتلوا، يعني ما فيش تكفير، يعني مش عشان اللي ضد يبقى كافر ولا يبقى منافق ولا بيبقى بيتاجر بالدين لا، هذا مؤمن وهذا مؤمن، ما ينفعش تخون هذا ولا تخون هذا مغرر به وهذا مغرر به، هذا جاهل هذا جاهل. لكن إياك أن تكون متعصبا، إياك أن تتكلم بغير علم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، ذكر أن القول على الله بغير علم أشد من الكفر، أشد من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم من هذا كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إياك أن تتعصب عصبية جاهلية. أناس مخدوعون مغرر بهم في الطرفين، أناس كذا أناس كذا، لابد أن يكون هذا شأنك. ما ينفعش تقف موقفا تحاسب عليه أمام الله وانت مأمور فأصلحوا بينهما. مش توقد الفتنة أو تزود الفتنة أو تقف مع الفتنة. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الرجوع إلى دين الإسلام. دين الإسلام دين الخلق. للأسف الشديد بعض إخواننا ممن يسيئون من حيث لا يعلمون من أهل العلم ومشايخنا تأخذهم عصبية فينسون خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعاون مع الجاهلين، فيسبون ويشتمون ويذكرون فاحش الألفاظ. نقول لهم ليس هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الجاهلين. ينبغي أن نصبر. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فنصبر على أذى الجاهلين، أو يصبر على أذى الجاهلين أفضل من أن ينجر إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول كان ظاهر النفاق، فلما استأذنه الصحابة في قتله قال لهم لا يتحدث الناس، هو يدعي الإسلام ولكن هو منافق ومعلوم النفاق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بإذن الله لن تحرق مصر أبدا، بإذن الله مصر سترجع إلى سؤددها وتاريخها المشرق بإذن الله، كما كانت في التاريخ قضت على التتار وقضت على الصليبيين في بيت المقدس وقضت على أسطورة الجيش الذي لا يقهر في 73. بإذن الله لن تحرق أبدا ولن تهزم أبدا، وسترجع أفضل لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها إلى ربوة ذات قرار ومعين. قرار اللي هو الأمن، ذكر أن مصر بلد الأمن، واللي مرجف أو خائف واللي بيحصل انظر حولك إلى بلاد قتل فيها من قتل وذبح فيها من ذبح وفعل بها ما فعل، وانظر إلى رحمة الله عز وجل ببلادنا. قتل رجل مسلم شديد علينا وعظيم عندنا، ولكن هذا بلاء الله عز وجل أنزله علينا حتى نصبر وحتى نراجع أنفسنا وحتى نعلم الذين يريدون حرقنا ولا يريدون خيرا للبلاد من غيرهم. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليفضح الله الخبيث، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أخلاق الإسلام أن نختلف بأدب، أن يحب بعضنا بعضا، أن يحرص بعضنا على نجاة بعض، وأن يحرص بعضنا على حصول الخير لبعض. إخواننا الدين مش بتاع فصيل معين، الدين أمانة في عنق كل مسلم، لابد أن يحارب عنه وينافح عنه ويدافع عنه. فما ينفعش نتقاتل ونحن مسلمون. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتقوا الله عز وجل في بلدكم، ارجعوا لأخلاق القرآن، ارجعوا لما قرأش القرآن هذا وما يعرفش حاجة عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ارجع واقرأ لعل الله عز وجل يكشف لك. حينما كنا نحذر قبل ذلك من بعض الانتماءات الغريبة عن الإسلام بأي اسم كان، ونقول يا أخوانا نحن مسلمون، ونقول يا أخوانا انتموا للإسلام، وإياكم أن تتبعوا نظريات أرضية، وإياكم كذا، كان الناس يعترضون علينا. ولكن عندك الإسلام دين كامل، شريعة كاملة ليس فيها نقص، وليس أخلاق، معاملات، عبادات، أحكام، كل شيء، لأنه دين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نختلف مع بعضنا بأدب وبأخلاق الإسلام، لا يكفر بعضنا بعضا، ولا يضرب بعضنا رقاب بعض، ولا يهتك بعضنا عرض بعضنا. هذه ليست أخلاق الإسلام. دينكم كما أقول دائما وأكرر، دينك لحمك، دينك دمك، دينك عرضك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تنسلخ من دينك وحتى تترك دينك. فلذلك يعملون، وكله عارف وكله يعلم، وليس هذا بغائب على أحد، فعل المخابرات الكافرة
في بلادنا من أجل الإيقاع بين الناس، من أجل عدم استقرار البلاد، من أجل كذا من أجل كذا، هذا لا يخفى على أحد، هذا ليس فيه زيادة على أحد، ولكن سنة الله عز وجل اقتضت لازم يبقى فيه خلاف، ما ينفعش يبقى فيه اتفاق في كل شيء. لكن الذي نهى عنه الله الفرقة، الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الفرقة، ما ينفعش نفترق، من الممكن أن نختلف. الصحابة اختلفوا فيما بينهم ولكن لم يتفرقوا. فارجعوا إلى دينكم، وارجعوا إلى كتاب الله عز وجل، وارجعوا إلى حب بعضكم بعضا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ارجعوا إلى أخلاقكم. الحديث طويل، الكلام فيه كثير، ولكن نكتفي بما ذكرنا. لكن إذا اختلفت مع أحد خلي عندك أخلاق الإسلام، احترم وجهة نظر، اقنعه، بين له بأدب وبأخلاق حسنة. أما قال ده ربنا سبحانه وتعالى قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لست عليهم بمسيطر، مش هتجيبهم بالعافية، لكن ساعة ما تيجي اسمع بأدب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهى أحد وفود المشركين في غزوة في بعض الأحيان وذكر له وتكلم وإن كنت تريد قال له أنتهيت أبا الوليد، ثم ذكر له الآيات من سورة فصلت. وسيدنا مصعب بن عمير ساعة ما كان في المدينة وأتاه أسيد بن الحضير وهو متغيظ وهو يشتمه ويقول تسفه أحلامنا وتعيب ديننا وكذا، قال له مصعب، ودي أخلاق الإسلام، أو تجلس فتسمع بأدب، فإن رضيت أمرنا قبلته وإن لم ترضه صرفنا عنك ما تكره. فارجعوا إلى أخلاق الدين، وارجعوا إلى حب بعضكم بعضا، ولا تفترقوا ولا تختلفوا، فهذا شؤم على البلاد وعلى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأدر الدائرة عليه وأدر الدائرة عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في مصر، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم عجل بهلاك الظالمين، اللهم عجل بهلاك الظالمين، اللهم عجل بهلاك المفسدين، اللهم عجل بهلاك المفسدين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا ولا تجعل معيشتهم كدا، اللهم صب الخير على المسلمين صبا ولا تجعل معيشتهم كدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باقم الصلاة.